لوسيل، حيث تعقد تيجان الملوك زأرت أسود الأطلس قبل الأوان. هل قدر للزمن أن يقف مذهولا في الدقيقة الرابعة، شاهد اللحظة التي قرر فيها أسامة طنان أن يكتب بماء الذهب أروع حكاية عام 2025. كرة تائهة من دفاع النشامة في وسط الميدان لم تكن عابرة، بل كانت دعوة لطنان كي يرى ما لا يراه البشر. لمح أبو ليلى بعيدا عن عرينه كقائد ترك حصنه في لحظة غفلة، لم يتردد، لم يشك، ولم ينتظر. بلمسة الخبير وبرؤية الصقر أطلق صراح الكرة. طارت الكرة تعانق سماء قطر، ترسم قوسا من النور بين المشرق والمغرب من مسافة لا تقاس بالأمتار بل تقاس بالأحلام. سكنت الشبكة الأردنية لتعلن الأفراح قبل استكمال الأنفاس. هدف ليس كالأهداف، إنها قذيفة السيادة التي وضعت المغرب على عرش البدايات. سيذكر التاريخ أن نهائي العرب لم يحسم بالركض فحسب، بل ببصيرة طنان. هدف سيدرس للأجيال أن المجد لا يأتي لمن انتظر داخل المنطقة، بل لمن تجرأ على قهر المستحيل من وسط الميدان. يا طنان، أقدامك سددت، لكن تاريخ المغرب هو من سجل الخلود في لوسيل.